في لحظات بيصعب عليا فيها نادي الزمالك، واللحظة اللي أنا طالع لحضراتكم فيها دي هي من اللحظات دي. بتمنى من حضرتك قبل ما أوريك اللي هوريهولك واللي وصلنا له في نادي الزمالك، إنك تشير الفيديو ده في كل جروبات الزمالك وتوصل لجمهور الزمالك نادي الزمالك بقى عامل إزاي. انك تبعت الفيديو ده لاي لاعب بيلعب في نادي الزمالك، انك تبعت الفيديو ده لكل الناس اللي موجودين في اداره الزمالك علشان يكونوا شايفين احنا وصلنا لايه، يكونوا فاهمين اسم الزمالك بقى مستباح وسهل لدرجه ايه. ما عنديش مشكله، اثبت حضورك بلايك من فضلك، ويا ريت تعمل متابعه وشير حلقه الفيديو ده واكتب عاش الزمالك، اكتب عاش الزمالك، اكتب عاش الزمالك، اكتب عاش الزمالك. ما عنديش مشكله ان اوري لحضراتكم دلوقتي فيديو مهم جدا. ما عنديش مشكله تماما في احتفالات جمهور الاهلي لانهم يستحقوا، لان مفيش حد في القاره عارف يعمل اللي هم بيعملوه، مفيش حد في مصر عارف يعمل اللي هم بيعملوه. يستحقوا الفوز بكل بطوله افريقيا يخشوها، حتى لو وحشين يستحقوا. ليه؟ لانهم بيشتغلوا صح، بيعملوا الامور كلها صح، الدنيا ماشيه معاهم مظبوط، كل المنظومه بتاعتهم منظومه. لكن نادي الزمالك نادي كبير. نادي الزمالك لو رجعت معايا بالزمن من 20 سنة ولغاية النهاردة وهو مش عارف ياخد بطولة افريقيا، ما زال هو التاني افريقيا وعربيا ومحليا في كل حتة. في كل حتة نادي الزمالك ما زال من اكتر الاندية اللي واخدة بطولات قارية على مستوى العالم، متعادل مع بايرن ميونخ وليفربول، وكلنا عارفين القصة دي، زي ما الاهلي متعادل مع ريال مدريد. فاذا نادي الزمالك نادي كبير، بس لما نبقى مستباحين وضعفاء لدرجه ان الجمهور بتاع الاهلي يجي لك عند النادي ويقول لك كده قدام باب نادي الزمالك، هل اصبح نادي الزمالك مستباح للدرجه دي؟ هل ينفع الناس تروح على نادي الزمالك؟ هم ما شتموش على فكره، ومن حقهم يعملوا كده لان مفيش تلفظ. لو في تلفظ كان هيبقى ليا رد فعل تاني وهطلع اقول عيب وما ينفعش. لكن العيب بالنسبه لي والصادم بالنسبه لي والغير مقبول بالنسبه لي انك بقيت لقمه طريه، انك بقيت حته طريه كده. عارف انت يعني ايه لقمه طريه؟ يعني انت سهل، يعني هم عايزين ياكلوا الزمالك. بحلم بيك بحلم بيك يوم السوبر مستنيك. ده هدفهم في الاستاد وهدفهم عند نادي الزمالك. يبقى حضرتك كلاعب في نادي الزمالك من دلوقتي تنزل تخلي عندك هيبه لنادي الزمالك وتكسب. يبقى حضرتك كشخص شغال في اداره نادي الزمالك او متواجد في اداره الزمالك تحارب علشان تبني فريق كويس يكسب السوبر ده. يبقى حضرتك كشخص في الجمهور تدعم اللعيبه دي علشان نشوف نادي الزمالك بمكانته الطبيعيه بينافس نادي الاهلي اللي في مكانته الطبيعيه. ما ينفعش ان انت تبقى طري بالشكل ده، ما ينفعش انك تبقى مستباح بالشكل ده، ما ينفعش انك تضيع الدوري بالشكل ده، ما ينفعش 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 ما ينفعش. الزمالك عمره ما هيبقى نادي هفية، وعمره ما هيبقى نادي مستباح، ولازم نبدأ نشتغل ان السوبر يكون زملكاوي. والسوبر عمره ما هيكون زملكاوي غير لما يبقى عندك فريق يقدر يناطح الاهلي، يقدر يكسب امام عاشور وكهربا، يقدر يجيب اجوان في مصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم واسمه ايه ورامي ربيعة، يقدر يتخطى الباكات، يقدر يسيطر على الملعب. عندنا مراكز محتاجه دعم، عندنا مراكز ما فيهاش لعيبه اصلا، ما بعتبرش فيها لعيبه. لازم لعيبه الزمالك تشتغل، يا اما عليه العوض ومنه العوض في اسم الزمالك. اتمنى من قلبي انك تشير الكلام ده في كل مكان وتبعته لكل لعيبه الزمالك. جمهور الزمالك تعب. الشعار ده باقي بفضل حاجه واحده بس، هي جمهور الزمالك. ربنا اللي رزق النادي ده بجمهور زي جمهور الزمالك. بس كده. اثبت حضورك بلايك، شير الفيديو ده في كل مكان، وعاش الزمالك، واكتب السوبر يا زمالك. والرد لازم يكون في الملعب ان السوبر يبقى في الزمالك، لان لو هم كسبونا الماتش ده انسوا كلمه منافسه. محدش يقول لي منافسه والكلام ده تاني بصراحه. سلام عليكم.